طلاب سنة 5 الترم التاني معانا تاني درس، وهو الهرم السكاني لمصر. الهرم السكاني يعني زي الأهرامات، بس ده هرم سكاني، يعني تدرج السكان من حيث عمرهم، من حيث صغار السن وكبار السن، من حيث الفئات اللي بتعمل والفئات اللي مش بتشتغل. هنعرف كل دوت مع بعض. يلا بينا. اول حاجه، المقصود ايه بالهرم السكاني؟ يعني ايه الهرم السكاني؟ يعني عباره عن رسم بياني بيوضح توزيع السكان زي ما قلت، من حيث العمر، من حيث ايه العمل والنوع، نوع السكان وعمرهم، ومين الفئات اللي بتعمل ومين الفئات اللي بلا عمل. تمام. طيب عندي هنا الهرم ده زي ما انتم شايفين كده، اكبر فئه فيه هي فئه كبار السن. اكبر فئه بتاخد من عمر يوم ل 14 عام، يعني لحد 14 سنة. دول فئات اسمها صغار السن، ودي بتحتل معايا مكانة كبيرة جدا في الهرم السكاني. بيجي بعدها الفئة اللي هي سن العمل. الفئة ديت من 15 سنة ل 64. كل دي فئات بتعمل وفئات عمرية، يعني عندي من 15 سنة ل 64 ده في سن العمل. طيب أصغر مرتبة بتحتله في الهرم السكاني معايا هي فئة كبار السن. فئة كبار السن دي طبعا من 65 عام فأكثر، ودول بيبقوا يعني فئة قليلة جدا، يعني زي ما احنا شايفين كده. طيب عندي ذكور وعندي إناث. هل الذكور هي نفس النسبة بتاعت الإناث؟ لا طبعا. هنلاقي هنا ان نسبة الإناث يعني أكبر شوية في بعض المراحل عن الذكور، وهنلاقي فيه برضو هنا فئة الذكور أعلى في بعض المراحل. يعني عندي اختلاف في كل مرحلة عمرية، أو كل فئة بيختلف فيها عمر الذكور من الإناث اللي موجودين فيها. طيب لو انت عايز تحسب النسبة المئوية لأي فئة عمرية هتعمل ايه؟ اولا هتجمع بين الذكور، نسبة الذكور ونسبة الاناث في نفس الفئة. يعني لما اجيب الفئة العمرية اللي من عمر يوم ل4 سنين، هقول ان الذكور 6% زائد اناث 5.6%. يعني انا جمعت النسبة بتاعة الذكور وجمعت النسبة بتاعة الاناث في الفئة العمرية اللي هي 4 سنوات فيما اقل. طبعا طلعت لي النسبة كام؟ 11.6% من سكان مين؟ من سكان مصر. دي هتنطبق على اي نسبة انت عايز تحسبها. يعني لو عايز احسب مثلا نسبة الفئة العمرية من 15 ل 64، هعمل ايه؟ هجيب نسبة الذكور قد ايه، وليكن مثلا نسبة الذكور 20%، ونسبة الاناث وليكن 13%. يبقى هجمع الفئتين مع بعض، 20 وال13% هيطلعوا لي 33%. هي ديت نسبة سن العمل من 15 ل 64. الفئة دي بتحتل 33% من سكان مصر، زي ما عمل معايا هنا في المثال اللي هو حب يوضحه. طيب لما اقول التركيب النوعي، ايه المقصود بيه؟ تركيب السكان انا قلت هو الهرم السكاني ده بيحسب ايه عدد السكان من حيث النوع ومن حيث العمر بتاعهم. طيب التركيب النوعي هو يقصد بيه تصنيف السكان من حيث النوع، يعني جاي من الاسم نوعي، يعني النوع بتاعهم ايه، سواء اناث او ذكور. طب لما يجي اللون الوردي اللي عندنا دوت، هو في المنتصف الايمن، النص ده بيحتل نسبة 49.4% نسبة إناث. طيب اللون الأزرق بتاع الذكور لما أجي أتكلم عنه هقول إن هو نسبته 50.6% من حيث السكان. كمان التركيب العمري بتاعهم ايه هو المقصود بيه؟ قلنا تركيب عمري يعني الفئات من حيث اعمارهم، تصنيف السكان من حيث اعمارهم. بتتوزع الفئات العمرية دي على الهرم السكاني لمصر كانت 2022 بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فئة كبار السن كانت 65 سنة فأكثر طبعا، ونسبتهم كانت حوالي 5.4 من إجمالي سكان مصر. نسبة كبار السن كانت أقل حاجة وهي 5.4% من سكان مصر. وطبعا الفئة دي فئة غير منتجة، يعني متقاعدين عن العمل، مش بيشتغلوا، ملهمش أي وظيفة.
فئة سن العمل. فئة سن العمل هي طبعا بتحتل أوسط الهرم، بتحتل الفئة الوسطى من الهرم، وطبعا نسبتهم نسبة كبيرة، هي 60.7% من إجمالي سكان مصر. والفئة دي بتعتبر فئة منتجة وتعول صغار السن وكبار السن. يعني إيه؟ يعني هقول إن الفئة دي منتجة يعني بتشتغل، هقول إن الفئة دي تعول يعني بتهتم أو بترعى كبار السن وصغار السن اللي هم فئة دون العمل. عندي بقى قاعدة الهرم هي سن الولادة ل14 سنة، سن الولادة ل14 سنة، يعني بتحتل ثلث سكان مصر. تلت سكان مصر هي فئة غير عاملة وغير منتجة بتحتاج إلى رعاية، ودي بتمثل من سن الولادة ل14 سنة. طب هل بيتوقع إن نسبة كبار السن تزداد في المستقبل؟ ليه؟ بسبب ارتفاع مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية. يعني أتوقع إن النسبة دي هتزيد. هي هتزيد ليه؟ لأن مش هيبقى فيه وفيات زي الأول، لأن هيبقى فيه رعاية صحية واجتماعية مهمة. هيبقى فيه رعاية صحية، يعني أي أمراض هقدر إن أنا أشوف لها علاج، أي تعب صحي هقدر إن أنا أرعاه. وكمان هيبقى فيه رعاية اجتماعية، يعني الأسر، قلنا الفئة 15 ل64 سنة هي اللي بترعى فئة كبار السن وصغار السن، هيبقى في رعاية اجتماعية ليهم، فهتزداد نسبة كبار السن. كمان تاني حاجة عندي هي أنواع الهرم السكاني وأهميته. هل الهرم السكاني دوت بينطبق على كل دول العالم؟ يعني كل دول العالم الهرم السكاني بتاعهم ده زي الهرم السكاني اللي عندنا ولا في اختلاف؟ هنعرف دلوقتي. بيختلف طبعا شكل الهرم من دولة لأخرى. طيب ليه هقول بيختلف من دولة لأخرى؟ هقول لأن بسبب اختلاف النمو السكاني في الدول دي. كل دولة ليها نمو سكاني متغير عن الدولة الأخرى، فبالتالي ليها هرم مختص بيها لوحدها. هنا عندنا جايب لي نموذج اهوت لهرم سكاني من دولة ما. الهرم ده بيتسم بقاعدة ضيقة، يعني زي ما احنا شايفين قاعدته مش متسعة زي ده، القاعدة بتاعته صغيرة جدا. يعني معنى كده ان هنا نسبة المواليد عندهم قليلة جدا. هنا نسبة فئات العمل برضو متقاربة لبعض. نسبة المتقاعدين عن العمل نسبة قليلة جدا، تكاد تكون ضئيلة جدا جدا جدا. وده طبعا بسبب انخفاض عدد المواليد. يعني في انخفاض في المواليد، في أسر كتير عندها سن العمل، في أقل يعني نسبة قليلة جدا من اللي هم بيتخطوا 65 سنة فأكثر. طيب الهرم التاني عندي هرم كمان اهوت غير طبعا الهرم بتاعنا، بيتسم برضو بقاعدة عريضة اكتر بكتير من اللي احنا شفناها اللي فاتت. وده طبعا بسبب ايه؟ بسبب ارتفاع عدد المواليد. يعني هنا زي ما احنا شايفين قلنا هنا عدد المواليد قليل، هنا القاعدة بتاعته كبيرة، فبالتالي عدد المواليد عندهم كتير جدا. هنا نسبة العمل مش كتيرة، هتلاقي هنا نسبة اللي هم فوق 65 عام، او هنا كاتب لي 90 عام، نسبة صفر، يعني مفيش خالص عندهم. وزي ما قلنا ان كل دولة بتختلف الهرم بتاعها عن الاخرى. يعني هنا عندنا ده الهرم السكاني بتاعنا زي ما احنا شفناه واتكلمنا عنه بتفصيل. هنا عندنا جايب لي نوعين مختلفين من دول مختلفة. عندي هرم قاعدته ضيقة جدا، وده طبعا قلنا فيه انخفاض في المواليد، وفي هنا نسبة قليلة من كبار السن. هنا القاعدة العريضة قلنا بتتسم بارتفاع في المواليد، ويعتبر مفيش خالص كبار سن فوق 90 سنة. طيب الهرم السكاني ده لمصر بتاعنا يعني من النوع زي القاعدة العريضة، هو بينتمي للفئة القاعدة العريضة. ليه؟ زي ما احنا قلنا شفنا دي قاعدة ضيقة، ادي قاعدة عريضة، ادي الهرم السكاني بتاعنا. طبعا القاعدة بتاعته مش زي اللي شفناها دي، ففي اختلاف. يبقى اذا القاعدة بتاعتنا قاعدة عريضة. طب ليه؟ لان احنا عندنا ارتفاع في نسبة المواليد، زي ما اتكلمنا ان احنا عندنا الزيادة الطبيعية كتيرة شوية، ف ارتفاع نسبة المواليد ناتجة عن الزيادة الطبيعية اللي عندنا. طب أهمية دراسة البيانات بتاعة الهرم السكاني إيه؟ ليه مهم جدا إن أنا أدرس
البيانات بتاعت الهرم السكاني واعرف كل فئة وايه احتياجاتهم ومين الفئة اللي هي محتاجة رعاية ومين فئة كبار السن وهكذا. هتهمني في ايه؟ هتهمني طبعا ان انا اقدر اساعد في تقدير احتياجات مختلفة لكل فئة عمرية. هقدر ان انا احدد كل فئة عمرية محتاجة ايه، سواء فئة الأطفال اللي هي أصغر فئة بتاعة المواليد محتاجة إيه، محتاجة مدارس، محتاجة رعاية صحية، محتاجة رعاية اجتماعية، كل دوت هتبقى محتاجاه. لما هطلع شوية لفوق محتاجة سن العمل، يعني محتاج وظايف، محتاجة ان هم يكون في مرتبات، محتاجة مستوى معيشة كويس عشان يقدروا ان هم يرعوا فئة كبار السن وفئة الصغار. كمان هكون لكل فئة عمرية في الحاضر والمستقبل هقدر اشوف ايه المدارس اللي انا محتاجها. لو انا عندي القاعدة عريضة بتاعة الهرم بتاعي، يعني انا عندي مواليد كتير، يعني محتاج رعاية صحية كتير، محتاج ان انا يبقى في مستشفيات، محتاج ان انا يكون في مدارس كتير متوفرة علشان تقدر تتسع لكل الكم ده. محتاجة مرافق وخدمات زي المرافق العامة، محتاجة المنتزهات والأماكن الترفيهية بحيث هتبقى فيه ترفيه لصغار السن. كمان محتاجة فرص عمل علشان الفئة بتاعة العمل تلاقي فرص ان هي تبقى فئة منتجة وان هي تقدر ان هي تعول صغار السن وكبار السن. يبقى لما ارجع اقول تاني اهمية دراسة بيانات الهرم السكاني بتساعدني في ايه، هقول بتساعدني في تقدير احتياجات مختلفة لكل فئة عمرية في الحاضر والمستقبل. يعني انا مش عايز في الحاضر بس، لا انا عايز في الحاضر الايام الحالية اللي انا بعيشها، وكمان في المستقبل السنين القادمة اقدر ألبي كل الاحتياجات المطلوبة مني. من إيه؟ من تعليم وصحة ومرافق وخدمات وفرص عمل. كل دوت بيفيدني الهرم السكاني، بيفيدني إن أنا أقدر أعمل كل الحاجات دي. طيب إيه هي المصطلحات اللي أنا المفروض إن أنا أكون حفظتها من خلال دراستي للدرس ده؟ هي مصطلحات بسيطة جدا، وهي الهرم السكاني. ايه هو الهرم السكاني؟ هقدر اقول ان هو رسم بياني بيوضح، زي ما شفنا كده رسم بياني بيوضح توزيع السكان حسب النوع والعمر. ايه هو الهرم السكاني؟ هو رسم بياني بيوضح توزيع السكان من حيث العمر والنوع. طيب ايه هو التركيب النوعي؟ التركيب النوعي هو تصنيف السكان الى ذكور واناث. نوع يبقى انا من غير ما افكر خالص هقول نوع، يعني نوع ده من ده نوع ذكور او اناث. التركيب العمري طبعا برضو الاسم بتاعها بيسهلها لي كتير، تركيب عمري يعني هقول اعمارهم ايه، يعني هصنف السكان حسب الفئات العمرية لكل فئة اعمارهم ايه. وبكده يبقى خلصنا درس النهاردة. هو درس صغير جدا ومفهوش حاجة خالص، والمصطلحات اللي فيه صغيرة جدا، وكله بينتمي لان انت تعرف الهرم ايه اللي بيخلي القاعدة بتاعته عريضة، ايه اللي بيخلي القمة بتاعته صغيرة، ليه بيهمني دراسة الهرم السكاني، ازاي اعرف تركيب السكان من حيث ايه ومن حيث ايه، وكل دوت بيفيدني في ايه. وكمان ليه بنتوقع ان تبقى فيه زيادة في كبار السن في المستقبل؟ هنقول بسبب ارتفاع مستوى طبعا الرعاية الصحية والاجتماعية. طب لما يجي يقول لي سؤالين كده صغيرين عن الدرس يشوف مفهومي ايه، هقول له اهمية دراسة الهرم السكاني ايه. لما اقول اهمية دراسة الهرم السكاني هقول بتساعدني في تقدير احتياجات المختلفة لكل فئة عمرية في الحاضر والمستقبل. طيب من حيث ايه؟ من حيث تعليم وصحة ومرافق وفرص عمل وخدمات. طيب لما يجي يقول لي أهمية السكان الهرم السكاني ده لمصر، هل هو ذو قاعدة عريضة؟ هقول له أيوة هو ذو قاعدة عريضة بسبب ارتفاع مستوى المواليد. بسبب ارتفاع مستوى المواليد بتخلي عندي قاعدة الهرم عريضة. وبكده نكون خلصنا الدرس، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.